واحد من اخويانا رحمه الله عليه توفى قبل فتره، كان امام مسجد ورجل مشهود بالخير قدنا. تفاجأنا كلنا بوفاته. قبل كم يوم تحلم فيه واحد من الشباب يقول تحلمت اني في الحاره ولا قابل فلان وفلان وفلان، اخوان ثلاثه، وطالع في اللي متوفي اقول يا فلان، قال ها، وانه وجه عرضان ما شاء الله تبارك الله وزايد نور مبيض. قال يا فلان، قال ها، قال انت ما توفيت؟ قال لا والله توفيت. طب قال كيف الموت؟ وش سويت؟ وين رحت؟ انت في الجنه ولا في النار؟ سبحان الله، يقول لك رؤيه الميت حق. قال ابشرك اني في الجنه اللهم لك الحمد. قال كيف الموت؟ قال والله يا فلان، قال والله ان الموت يشيب راس الواحد. اي والله. قال كيف؟ قال اي والله. قال طيب حدثني كيف مت وكيف رحت؟ قال قال انا بعد ما صار عليه الحادث، وصار عليه حادث الله يرحمه، قال توفيت في السرير حق المستشفى. قال اول ما مت يقول جوني الناس ينظرون فيني، يقول انا حاس فيهم بس ما اقدر اتكلم، يطلعون، امي تبكي هناك وابوي يبكي واخوي يمسك رجولي مو مصدقين، يقول انا حاس فيهم بس ما اقدر اتكلم. يقول مسكوني وحطوني في الثلاجه، يقول انا حاس بالشيء. طلعوني من الثلاجه وغسلوني، بعد ما غسلوني مسكوني وحطوني ودوني الحرم في المدينه، ودوني الحرم حطوني قدام الامام وصلوا علي المسلمين واخذوني على اكتافهم. يقول انا حاسس بالشيء ذا كله. يقول يمشون فيني، يمشون لين ودونا القبر يدخلون جوا القبر. يقول والله العظيم اني حاسس بالشيء ذا. يقول يحطون علي التراب، يحطون علي التراب لين دفنوني. اول ما دفنوني هم يروحون، يقول هم رايحين وانا اسمع صوت، يقول اسمع صوت خطواتهم مروحين. يقول اول ما حطوني في القبر يقول اخوي ذا يصحى من النوم. يا اخي والله اول ما قال لي السالفه ذي يا اخي ما ادري ايش جاني، قمت استغفر الله عن ذنوب راحت واشياء. ولا تغركم الدنيا، تصدقوا، حاولوا تصدقون على الموت.